يعني انا لو جرالي حاجه هيكون بسبب شيكو بنزا، انا لو صيامي ضاع هيكون بسبب شيكو بنزا، انا لو اتجننت هيكون بسبب شيكو بنزا. لاعب نادي الزمالك شيكو بنزا في تصرف هو الاغرب في مباراه الزمالك وزد. بعد ما الماتش خلص لقيت ناس كتيره بترمي افيه ان شيكو بنزا ساب ماتش الزمالك وما عرفش راح فين، فانا كنت فاكر الناس بتهزر، يعني كنت فاكر الناس بتقول اي كلام لحد ما اتفرجت على اللقطه دي. اتفرج معايا كده، الفيديو ده متصور من المقصوره الرئيسيه. شيكو بنزا ساب ماتش الزمالك وزد وجري دخل في الممر عشان يخش الحمام. يا ابن المجنون، اقسم بالله مش طبيعي، اقسم بالله بعيدا عن العبث الكروي اللي هو بيقدمه وان هو سبب رئيسي في الجون اللي سجله زد فينا. انت بتعمل ايه يا اسطى؟ انت بتعمل ايه بجد؟ ساب الماتش وجري وما قالش لحد، جري ودخل الحمام. يا ابن ميتين المعزه يا جدعان، ده الواد ده تصرفاته اقسم بالله بتاكد كل مره على انه بقى بيتعاطى ايس، على انه ديلر في انجولا. مستحيل يكون ده عقليه لاعب كوره او عقليه بني ادم في العموم. لدرجه ان الناس في المقصوره اسمع الصوت، الناس هتتجنن، الناس هو راح فين؟ انت راح فين؟ سايب الماتش وراح فين؟ كان زي ما بقول لك كلنا نفاجئ بان شيكو بنزا لاعب نادي الزمالك اللاعب الانجولي المعتوه ذهنيا ساب ماتش الزمالك وجري عشان يلحق يخش الحمام لانه كان محصور. فنداء لمجلس اداره نادي الزمالك وللكابتن جون ادوارد المدير الرياضي في النادي، بالله عليكم خلصونا من الواد ده. والله العظيم ثلاثة هيتعبنا، والله العظيم ثلاثة لو جرالنا حاجة هيكون بسبب شيكو بنزا. فبالله عليكم أي عرض يجي لشيكو بنزا حتى لو هندفع عليه فلوس ده لازم يمشي من نادي الزمالك، لأنه لعيب كورة ضايع كمستوى فني، وفي نفس الوقت تصرفاته مش تصرفات بني آدم متزن عقليا، وحرفيا هيشل جمهور نادي الزمالك.